He's got Henry Cejudo picked up over his shoulders, and he's talking, and he walks him over towards Mark Zuckerberg. It's Henry Cejudo. That's an Olympic gold medalist, and you're carrying him around like he's a kid on a schoolyard who fucked up. It's a different breed. Oh man, he's an animal. Merab is an animal. مراب دافاشفيلي الماكينة الجورجية، فهو قام بأرقام لا تصدق في اليو اف سي، وكذلك في حياته الخاصة فهي جد مثيرة. وفي هذا المقطع سوف نتكلم على المقاتل صاحب أقوى لياقة بدنية في تاريخ اليو اف سي. نشأته، فوالد مراب يمتلك طبع خاص مما دفع ابنه ليحقق النجاح في حياته. فمراب ولد في بيسي جورجيا، حيث كانت طفولته جد صعبة، وقال: ولدت في جورجيا وكنت أقوم بشجارة الشوارع، حيث كان هناك الكثير من العصابات، ومن الصعب أن أعود وأعيش هناك. لكن مراب وجد بسرعة هواية يفرغ فيها طاقته العنيفة، وعندما وجد تلك الهواية تغيرت كل حياته. ووالديه أماران وداران دافاشفيلي كانوا أكبر داعمي، وهذا لا يعني أنهم لا يصيبهم التوتر في نزالة ابنهم. وتقول والدته: أصعب شيء عندما أشاهده ينازل بسبب شعور الأمومة، لكن أقول هو اختار هذا الطريق، بالأخص عندما أشاهد أحدهم يضرب ابني في الوجه. لكن بعد كل نجاح فنكون سعيدين، وهذا يستحق ما يفعله. ووالده يؤمن أن السبب الرئيسي وراء نجاح مراب أنه نشأ في بيئة قاسية، وهذا يبدو واضحا أنه رغم تغير حياته لا يزال يظهر عليه ذلك الطبع العنيف، حيث هذا الطبع القوي يساعده للنجاح. لكن حلمه ليصبح مقاتل الفنون القتالية انتهى قبل أن يبدأ. كيف بدأ الأمامة؟ كانت بداية مراب بطريقة غريبة وانتهت بكارثة، حيث بدأ مساره في الفنون القتالية بالمصارعة التقليدية في جورجيا، وبعد ذلك بقليل انتقل إلى الأمامة. وفي ذلك الوقت كانت الأمامة رياضة حديثة، حيث القليل من الناس في جورجيا من كان يعرف هذه الرياضة، وهذا من الأسباب التي جعل مراب يقع في حب هذه الرياضة، حيث رآها تحديا شخصيا كبيرا. حيث كانت الأمامة غير مشهورة في جورجيا، قرر بذلك الانتقال إلى أمريكا، والتحق بفريق سيرا لانغو، حيث هناك يوجد بطل الوزن الخفيف المتوسط السابق مات سيرا، وكذلك عبقرية سترايكي لونغو، حيث ساعدوا مراب في تطوير لاعبيه، بالأخص بوجود شريكه في التدريب البطل السابق الجامين ستيرلينغ. وفي العموم كانت فترة جد صعبة، حيث كان يجب عليه العمل في البناء ليدفع تكاليف الصالة الرياضية، حيث كان عمل صعب بالأخص في فصل الشتاء عندما تصبح درجة الحرارة جليدية، وبذلك أصبح يمتلك صلابة سواء بدنية أو ذهنية، حيث لكي يحقق حلم ترك كل شيء وقدم لأمريكا. وفي المساء بعد انتهائه من العمل يبدأ حافز الأمامة وينطلق في التدريب، حيث يتدرب قدر المستطاع. ولكي تسهل الأمور أكثر كان أول نزال له بطريقة سيئة، حيث كان أول نزال له في الأمامة في سن 23 في 24 من يناير من سنة 2014، وانهزم بقرار إجماع الحكام ضد دارين ميني في منظمة كينج اوف كومبا، حيث في المجموع انهزم في نزالين في 3 نزالاته الأولى. وقال: أصابني اليأس، وقال: ربما لن يتحقق ذلك الحلم، ولم أكن متأكد أنه يحق لي أن أحلم يوما ما بالانضمام لليو اف سي. وبعد سنتين بعيد عن المنافسة عاد مراب بمستوى مختلف وحقق أرقام خيالية وانضم لليو اف سي. إنجازاته: فمراب انتقل من تلك البداية السيئة لأحد أفضل المقاتلين في العالم، وبعد بداية المتعثرة في عالم الأمامة فاز ب5 نزالات متتالية، وفاز بلقب البانتام وايت في منظمة رينج اوف كومبا، ودافع عن لقبه ضد رافائيل ستوت. لكن القصة الأهم حيث كان دانا وايت من المتفرجين حينها فنزاله ضد ستوت، حيث قام مراب بلكمة دائرية مدمرة أسقطت منافسه بالقضية بعد 15 ثانية، وبالتالي تمكن من الحصول على العقد في اليو اف سي. لكن بدايته كانت مختلفة، حيث انهزم في أول نزالين له، وبعدها تغير بشكل مطلق وفاز ب10 نزالات متتالية، حيث يمتلك الرقم القياسي بأكثر عدد انتصارات بقرار الحكام في تاريخ البانتام وايت، وكذلك يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البانتام وايت، وكذلك يمتلك أكبر عدد سترايك موجهة في تاريخ البانتام وايت، وكذلك فهو أكثر من قام بعدد تيك داون في تاريخ اليو اف سي في جميع الفئات. بسبب انتصاراته المتتالية حقق أرقام أفضل من أساطير سابقين. دخلوا من النزالات: فمراب تضاعف دخله لأكثر من 20 مرة منذ أول نزال له في اليو اف سي لآخر فوز له، حيث كانت بدايته في اليو اف سي بهزيمة بقرار الحكام ضد فرانكي ساينز. وفي هذا النزال حقق $10,000، وبعد تطور مراب في مستوى حقق $46,000 عندما حقق الفوز ضد غوستافو لوبيز، وبعد حقق $105,000 بعد أول مشاركة له في حدث البايبر فيو، حيث فاز على جون دوكسون واستمر في الصعود للقمة. حقق
حقق 136 ألف دولار بفوزه التاريخي ضد مورايس، وبعد حقق ما يقارب 200 ألف دولار بعد تحقيق الفوز بقرار الحكام ضد الأسطورة جوزي ألدو. وبعد كان نزال مراب الأسطوري في حدث الرئيسي حيث حقق أكبر عدد تيك داون، وكذلك حقق 350 ألف دولار. وفي نزال الأخير ضد الأسطورة تريبل سي هنري سهودو حقق مراب 210 ألف دولار، حيث سهودو لم يحقق سوى 150 ألف دولار، حيث أظهر مراب تطورا كبيرا من 10,000 دولار إلى أرقام كبيرة والفوز على أساطير فاليو UFC. وهذا ليس كل شيء، حيث الشركات الداعمة له يجني منها أموالا أكثر من دخل فاليو UFC. عقود الرعاية والجوائز، فمراب يقوم بتألق كبير داخل القفص مما يجعله سفير لعدة ماركات. وقبل التكلم على ذلك فمراب تحصل على جائزة لأفضل أداء في الليلة فاليو UFC. أول مرة كانت 50 ألف دولار كبونس لأفضل نزال في الليلة ضد ريكس سايمون، وثاني جائزة كانت كذلك أفضل أداء في الليلة ب50 ألف دولار أخرى بفوزه على مارلون موراي. وبهذه الجوائز فرصود مراب ارتفع بالإضافة إلى عدة عقود رعاية، ومن بين داعميه سار برو كومبا وسانديكات MMA وجي لوجيستيك وكذلك برومونا أورغانيك وكذلك بانيني أمريكا وكذلك MC هيونداي لاس فيغاس وكذلك ديزرت 215 سوبر ستور وكذلك 31 بيت للقمار. وكذلك فهو سفير لفلاش موتور، وكذلك فهو يملك محل للمبيعات، لذلك فهو يمتلك مصادر دخل كثيرة خارج القفص. والسبب وراء أن عدد من الماركات تريد العمل مع مراب هو بسبب حضوره الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي. حضوره في وسائل التواصل الاجتماعي، فمراب يفعل أشياء مجنونة في وسائل التواصل، فهو نشيط في منصة اكس وانستغرام وكذلك يوتيوب. وفي منصة اكس فهو يمتلك 62 ألف متابع، وحسابه على الانستغرام فهو 735 ألف متابع. والسبب وراء عدد المتابعين الكبير يجعله يبذل مجهود كبير لتعلم الإنجليزية، فهو في العموم تعلمها بطريقته الخاصة بقراءة كتب الأطفال. وإذا ذهبنا لليوتيوب فهو دائما ما يجتمع مع محبيه من جورجيا، وحسابه على اليوتيوب فهو يمتلك 80 ألف متابع، وبعض المقاطع تتضمن مغامرات شيقة خارج القفص. هل تعلم كيف يقضي المقاتل المجنون يومه بعد يوم قاسي من التدريب؟ فأكلته المفضلة هي كابوراي، وهي عبارة عن ساندويتش ويتناوله مع مشروب طاقي. فهو كذلك محب للسينما، سواء يشاهد أفلام من قبيل غلادياتور أو سلسلة تلفزيونية مضحكة، أو يقوم بالسماع لأفضل موسيقى لديه بيت آيت لمايكل جاكسون. فهو ليس محب لألعاب الفيديو، لكنه يحب مشاهدة نزال مات سيرا يسقط GSP بالقاضي عدة مرات، أو نزال غالبرت ميلانديز ضد دييغو شانسيز. وكلا هذين النزالين فهم تاريخيين. والشيء الغريب في ذلك من أين أتى لقب مراب؟ فهو ملقب بالديماشين أي الماكينة، حيث أصدقائه يطلقون عليه مراب ديماشين بسبب سرعته ولياقته، وبالتالي أصبح اسم على مسمى. فشريكه في التدريب ألجامين سيلينغ يقول فمراب لا يصيب الهياء أبدا، فهو ينهي حصة سبارينغ معي وأنا أغادره ويستمر في التدريب، سواء يقوم بلكم كيس الملاكمة أو يستمر في حصص سبارينغ. هذا الفتى لا يتوقف. وبعد فوز مراب على سهودو، حيث قال مدربه أن مراب قام ب3 جولات مع ألجامين في مكان الانتظار، وبعدها نازل المصارع الأولمبي في المصارعة. فمراب حقيقة فهو ظاهرة قتالية لا مثيل لها. والشيء الآخر المدهش هي ثروته. فثروة مراب عرفت صعودا كبيرا مؤخرا، حيث قبلها كانت ثروته تتراوح ما بين 10 و20 ألف دولار، لكن بسبب صعوده لقمة المنافسة وعقود الرعاية الكثيرة ووسائل التواصل الاجتماعي فثروته يقدر بحوالي $1,000,000، وهو قريب من النزال على اللقب، ويبدو أنه سيصبح بطلا لا محالة، وبعدها سيصبح أكثر ثراء. وكانت هذه نهاية المقطع، أترككم مشاهدين ومع السلامة.